5. شفت الآن الاختلاف، فتاهوا الجماهير في مع منه يصوتون. أنا أصوت، لو صوتت ال5 بيروح لمحمد السهلاوي ولا بيروح لأدريان؟ لو صوتت ال1 بيروح لمحمد السهلاوي ولا بيروح لأدريان؟ فصارت في الآن في لخبطة في هذه الأمور، علما أن التصويت بمبالغ مادية، من حقهم أنهم يستفيدون ماديا، أبسط حقوقهم، ولكن أنا برضو كمتلقي عشان أثق فيك مستقبلا لازم تحط لي أشياء معينة. أنا طلبت من الإخوان في الشركة أنهم يوضحون لنا سواء عبر التويتر أو عبر اتصال، ما وضحوا وساكتين إلى الآن. لذلك طريقة التصويت أو طريقة اختيار النجم الخاصة للجمهور أصبحت الآن مشوشة، ما احنا بعرفين. احنا نضم صوتك بوصلة البرنامج للشركة المشغلة. اوكي، احنا نبغى ندخل معنا، نبغى منهم توضيح فعلا للحيثية التقنية. أنا في تاريخ قبل شوي في تاريخ علشان بس مش قضية اني احاول اسوي مشكلة ولا شيء. في 25/5/2015 جاتني معلومة ان هناك مساعي من الدكتور عبد الرزاق ابو داود ان الجائزة تروح لعمر السومة. الان تبي ندخل بالنوايا؟ لا معليش، خليني اقول لك اللي عندي، وانت في النهاية مصدر. عندي معلومة انها راح تكون من مصدرك؟ انت حبيبي علي، انت لا تسأل اعلامي تقول من مصدرك. اتجهت للحساب الرسمي. بالعكس الوقت هذا اللي اسال فيه الاعلامي. لا انا الاعلامي هو اللي يعطيك هي قبل ما يعطيك المعلومه يعطيك المصدر. خليني اقول لك، انا الان اللي قاعد يصير، اذا ما تبقى راح تقول لي المصدر لا. انا ودي ما تكمل السالفه. لا لازم مصدر. لا مستحيل اني اكشف مصادري، مستحيل. لو كشفتها كان كشفت. اجل معناته يا ابو تركي كل واحد بيجي يقول حسب مصادري الخاصه. اكيد في النهايه المتلقي. اسمعني حبيبي علي، عشان ما نتشعب الجائزه نفسها، عشان ما نتشعب علي، عشان ما نتشعب حبيبي. طيب انا دخلت في حساب مصدر، ما ودي تكملها ابو تركي عشان بس نكسب وقت. لا استاذ عبد الله فلاته في اعلامي هنا جاك ولما قال لك كذا قال لك مصدري فلان. حصلت؟ حتى لو ما جاء حصلت؟ حتى لو ما في اعلام يكشف عن مصادره يا حبيبي علي. خطأ يا ابو تركي. لا الخطأ منك انت يا ابوي، الله يعطيك العافيه. هذه لازم مصدر. اوكي، الفاصل بيني وبينك استاذ عبد الله فلاته. استاذ عبد الله تفضل. يبغى يتحكم لك ابو تركي؟ ابد. لها الحق ان يبدي اي وجهه نظر. انا راضي، لكن هذه موجوده لان ستفتح ابواب اشاعات لن تستطيع. انا راضي بحكم اعلامي مخضرم يمثل في. اتمنى ما تلعب انت ويا باص يا استاذ عبد الله. والله ما ودي. انت تبغى غصب يصير معك؟ بس العرف الصحفي انه الصحفي لا يكشف عن مصدره. يعني العرف الصحفي عادة انت اذا كشفت عن مصدرك حتخسر مصدرك بعد كده. طيب المتبع حتى رئيسي في العمل لما يقول لي مصدرك ما اقول له مصدري الصراحة. طيب يعني انا خلينا الان نتكلم بوجهة نظر اعلامية بحتة، يعني هذه اشياء اكاديمية. وقبل ما نقول اكاديمية زين، هذه العرف الان وخصوصا مع تعدد وسائل التواصل الاجتماعية، بجيب اخبار وبانثرها بتويتر وبقول حسب مصادري. المتلقي بالنهاية هو اللي يحكم. لا 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 عفوا لو تسمح لي، احنا يوميا نطالع الصحف نقول ذكرت مصادر مطلعة للصحيفة. حتى الBBC وهي رائدة إعلامية تنسب بعض أخبارها للمصادر، فهذا أمر يعني وارد في وسائل الإعلام. BBC وبقية الوسائل الإعلامية التقليدية أو حتى اللي الآن انضمت لوسائل التواصل الاجتماعية تعتبر بحد ذاتها مصدر. عندهم قانونيين وعندهم مشرعين يقدرون يحمونهم ومحامين، وقت ما يحتدون لمن مصدرك في الخبر هذا يقدرون بعدين بالجهات القانونية. طبعا أنا بس أقول نقطة معينة. هو بتركي قال الجائزة رايحة للكابتن عمر السومة. طيب يفترض إنه هو كإعلامي يعني جيد إنه جاب المعلومة سواء عمر السومة. أنا وجهة نظري لا هو قال حسب معلوماتي. لا أنا خلوني أكمل. حسب معلوماتي أن الدكتور مرزوق. معليش خليني أكمل لك، خليني أقول لك وش اللي حصل بس بدون مصدر. ترى أنا أول واحد بشكك فيها. براحتك، أنا أول واحد بشكك فيها. أنا في النهاية أقول اللي عندي وأنت براحتك. بس حاول تكفى تختصر لأنه عندنا ترى محاور وعندنا وعندنا محاور وعندنا لن تكون الأول أن يكون الأخير. في النهاية لا يصح إلا الصحيح. عموما دخلت على منشن للأستاذ أحمد عيد وقلت له أن لدي معلومة بأن الجائزة رايحة لعمر السومة منذ وقت طويل. طيب والأستاذ عبد الرزاق أبو داود المفترض أنه ما يكون رئيس هذه اللجنة، خاصة بعد ما قام بإظهار تصريح يرمي فيه على الدوري السعودي أنه دوري أو مسابقة غير شريفة، ويتحدث عن البطولة الآسيوية أنها هي الشريفة، خاصة بعد ما طلع البيان أن هناك في تدخل في عمل الإشراف بدون أن ما يتحدث أو يكشف، وهو كان
مشرف على المنتخب السعودي. فكل هذه المعطيات تجعلنا الرجل هذا يتحدث أو يمارس صلاحياته وفق ميوله. وجهة نظرك. اوكي، في النهايه وجهه نظري، اكيد وجهه نظري، ما هي وجهه، ما تمثل ولا تمثل القناه، تمثل عبد العزيز مريسي. ممتاز. طيب الان اللي قاعد يحصل حول هذه الجائزه يجعلني اربط الاحداث او الكلام اللي اخذته من المصدر فيها الان، احس ان في حاجه غلط، خاصه ان صاحب الشركه، ما ادري اذا الاستاذ عبد الله فلاته يعرفه ولا لا، خاصه ان صاحب الشركه هو اهلاوي الميول. اهلاوي الميول، هذا حسب مصدرك تقول. اسالوهم، اتصلوا عليهم اسالوهم. طيب انا اول واحد اشكك فيها، انا اول واحد اقول اشك فيها. شكك لان ما عندي مصدر. انا الان اوجه رساله الى شركه نجوم الملاعب يدخلون معنا. طيب احد الشركاء في هذه الشركه واللي له اسهم كثيره، هذه اضم صوتي لك، اهلاوي الميول. لا هذه انا اشك فيها لانه ما عندي مصدر اكيد فيها الا اذا اعطيتنا. يدخلون معنا. عفوا، رئيس الشركه هو الاستاذ عبد المعطي كاكي، عضو شرف وحداوي ورئيس سابق لنادي الوحده. عضو شرف وحداوي ورئيس سابق لنادي الوحده. ايش رايك؟ طيب انا قاعد اقول لك الان يدخلون معنا يقولون لنا. طيب خلينا بنفس الموضوع هذا ساعة